السلام عليكم مشتركاتي الغاليات واللي يشوفوا فيا اول مره، نقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتي. نرحب بكل المشتركين ينضموا لنا للقناه، ونقول لكم فعلوا الجرس وديروا اللايك باش يلحقكم كل جديد. اليوم ان شاء الله جيتكم بهذا الكيش الروعه في البنه، بعجينه سحريه، عجينه غير بالزيت وتجي يعني رائعه في البنه. نبدا بالمقادير. اول حاجه عندي كاس من الفارينه، عندي نصف ملعقه من الملح وربع ملعقه من خميره كيميائيه، وهنايا عندي ربع كاس من الزيت. راح نخلط هذه المقادير جيدا، نبسو هذيك الفارينه بالزيت. كما قلت لكم هذه العجينه رائعه، يعني ما تجيش تقهم كما اللي فيها الزبده. هنايا راح نبدا نضيف الماء غير بشويه، نضيفه بشويه حتى تكون عندنا عجينه، ما لازمش ندلكوها، نلموها فقط. هذه العجينه تكون حاكمه روحها شويه كما راكم تشوفوا، يعني مثل عجينه الفطير. راح نغطيها ونخليها ترتاح مده نصف ساعه حتى نوجدوا الحشو. بالنسبه للحشو، هنايا عندي حبه بصل صغيره قطعتها مكعبات، ضفت لها نصف صدر من يعني ربع صدر من الدجاج، عندي القليل من الثوم، توابل الدجاج يعني تبلوها كما حبيتوا، الملح، وعندي كزبر مرحي وفلفل احمر. راح نخليهم يتقلاو حتى يطيبوا لنا. هنا ما لازمش يقعد فيه من الماء، لازم ينشفوا كامل من الماء، ونضيف لهم كميه من المعدنوس. لهنايا راح نديروا حبه بيض، وعندنا علبه من ياغورت ناتور راح نديروا ملعقه منه. هنايا ديروا على حسب الكميه الحشو اللي عندكم. ضفنا رشه ملح وفلفل اسود وكميه من الجبن. راح نخلط هذه المقادير كلها مع بعض ونضيفوا لهم هذاك الحشو. هنا تقدروا ديروا الحليب ولكن ما تكثروش، نتحصلوا على هذا الحشو. هنا العجينه بعد ما ارتاحت نصف ساعه، هنا لازم تفتحوها تكون رقيقه العجينه، ما تكونش خشينه بزاف، يعني رقوا العجينه تاعكم كما راكم تشوفوا. ونجيب قوالب ليكيش هكذا، من الاحسن تفتحوها بهذه الطريقه باش تجيكم سهله وديروا كميه يعني في وقت وجيز. راح نسقم لي تارت تاوعنا هذوما ليكيش، نضغطوا جيدا على الجوانب. كما تشوفوا العجينه راهي رقيقه ماشي خشينه بزاف. راح نثقب كامل العجينه تاعنا بهذه الطريقه. هنا راح تعطيكم كميه 8 حبات من ليكيش. هنا راح نجيب الحشو وراح نعمرهم كامل، ما تعمرهمش بزاف باش ما يفيضلكمش. وراح ندير لهم من الفوق كميه من الجبن. هاد الكيش راح نطيبوهم على 180 درجه، نشعلوا لهم غير من التحت حتى يحمروا، وراح ينشف لنا هذاك الحشو ويطيب. هنايا بعد ما طابوا لنا شوفوا كيفاش خرجوا، يعني يجوا شكلهم رائع. والبنه ما عندي ما نقول لكم، يعني رائعين حتى وبالزيت، يعني عجينته مليحه وما تقهمش، ماشي كيما تاع الزبده. شوفوا راح تجي محمره وخفيفه. في الاخير نقول لكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه، ومع السلامه.